بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. اليوم عيد، قد يكون هو أول أيام العيد أو ثاني أو ثالث حسب ما تبث وتذاع إليكم هذه الحلقة، ولكنني أسجلها عيدية مباركة. آمل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا عاما بعد عام، ونحن في خير وصحة وتقى وطاعة بإذنه تعالى. هذه هي الحلقة رقم 137 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية، ويشرفني جدا أن أكرسها للحج والحجيج والمناجاة والتوجع وضيوف بيت الله الرحمن مما كتبه الشعراء. وعندما أقول ذلك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أعتب على نفسي كثيرا أنني لم أكتب في هذه الشعيرة المباركة كما ينبغي. هي تأتي في أبيات في قصائدي، ولكن كمناسبة الحج لم أتهيأ لها بعد. لا أدري ما السبب، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى إذا أمد الله في الآجال أن أطل عليكم في العام المقبل وفي جعبتي شيئا مما كتبته عن الحج تحديدا يعني. ودعواتكم أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن فن البيان وسحره شعرا منهجا وطريقا إلى الحق بإذنه تعالى. وأنا أجهز حالي لتسجيل هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. تداعت إلي ذكريات تعود إلى عام 1999، حيث قدمت إلى الديار المقدسة، وكنت مندوبا لوزارة الإعلام من أسمرة مع كوكبة من الإعلاميين الذين تشرفت بالمشاركة معهم في نقل شعائر الحج من منى. وكانت بالنسبة لي أول تجربة إعلامية أن أكون في بث مباشر، ليس بثا مباشرا عاديا كما كنا نخرجه في أسمرة وغيرها لنقل وقائع الاحتفال أو مناسبة ما من المناسبات الوطنية، لكن بالنسبة لي كانت أول تجربة في أن أبث وأقدم كلمة مع كوكبة من الإعلاميين من أرض منى، وتحديدا يوم الوقوف بعرفات، عرفات الله. وكنا مجموعة من الإعلاميين العالميين، وكانت أبرز وأقوى منارة إعلامية في ذلك الوقت الMBC والART. الجزيرة لم تأتي بعد في ذلك العهد، وكانت CNN طبعا وكل القنوات العالمية. كنا رهط من الإعلاميين العالميين، وكانت بالنسبة لي أول تجربة. وكان المشهد أو الاختبار ليس اختبارا سهلا في ذلك الوقت. بالنسبة لي كان اختبار، حيث كنت أول صحفي إريتري ممثل لوزارة الإعلام ولدولة إريتريا وللمسلمين الإريتريين أن يشارك في نقل وقائع ونفرة الحجيج إلى عرفات الله. كانت يعني عملية ما سهلة، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى فقد أبليت بلاء حسنا، حيث طلب منا نحن الإعلاميين الذين شاركنا بمختلف اللغات والسحنات واللهجات، يعني شعوب الله تنزلت إلى تلك الديار المقدسة، والإعلاميين كنا بالعشرات يعني وربما بالمئات. ويعني
أعلن علينا مسؤول مندوب وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية: لمن أراد منكم أن يقدم كلمة ويشارك في نقل الوقائع. هناك من الإعلاميين من لم يشارك في نقل شعيرة النفر إلى عرفات الله يعني، وقالوا لمن أراد عليه أن يكتب كلمة، وهذه الكلمة تعرض على الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، يعني وزارة الحج والمسؤولين والشيوخ والمفتي وما إلى ذلك. فكتبت كلمة، يعني كلمة أتحدث فيها عن روحانيات الحج، وكان ذلك عام 99 يعني. روحانيات الحج وماذا يعني الحج والنفرة وما إلى ذلك، يعني كلمة فيها من القرآن وفيها من الأحاديث، وكتبتها بعناية. ولو كنت أعلم الغيب طبعا وأنا في أسمرة، عندما أعلمت أنه أنا سأذهب إلى المملكة العربية السعودية حاجا إعلاميا، كنت سأكتب كلمة يعني أكثر مما كتبتها، وأنا محرم، وأنا ليس أمامي الأشياء الكثيرة التي يمكن أن أستعين بها، ولكن يعني كانت هي مفاجأة، ولم تكن عندي المعلومات كافية، لأنه يعني كنت أنا أول صحفي إريتري يشارك وما فيش تجربة. ولذلك يعني عندما أشاع علينا ذلك المسؤول، وهو من وزارة الحج والإعلام في نفس الوقت، مندوب الإعلام وزارة الإعلام السعودية، فقال: من أراد أن يكتب وكلمته ستعرض وينظر في أمرها، ربما يتم الموافقة عليها أو لا يتم. المهم كنت أنا واحد من الذين تجاسروا وكتبت اسمي، وجاءت الموافقة. طالما أنت كتبت اسمك تكتب الكلمة، قالوا لنا غدا إن شاء الله نستلم منكم الكلمات. أنا أعتقد كانت في حدود 3 صفحات أو 2.5 صفحات كده على الفلوسكاب العادي يعني، وعرضت على المجمع العلمي السعودي، حتى لا يكون خروج لأنك أنت على الهواء مباشرة ومنقول على وسائل الإعلام السعودية ووسائل الإعلام العالمية كلها يعني. فأعطيت كلمتي ضمن مجموعة من الذين يعني اختاروا أن يتحدثوا وينقلوا ويشاركوا، فجاءت الموافقة بحمده تعالى. تم فيها تعديل أشياء بسيطة يعني، ما كثيرة، بالقلم الأحمر طبعا، يعني أنه أنا كنت عارف أنه هذه يعني كلمة ستعرض إلى، أنا عارف المنهجية الإسلامية الموجودة، الوسطية السلفية، وكتبتها بعناية. ماذا أقول؟ أنا عارف، ولكن برضو ركزت فيها أنه أنا من إريتريا، أرض الهجرة الأولى وما إلى ذلك. فتمت الموافقة، عملت ذلك ما يسموه القراءة الريهرس، يعني أنك أنت تقرأ المسألة أكثر وأكثر، المادة التي تود أن تقرأها، ولكن سبحان الله عندما تطلع إلى الجمهور يعني ما تلتفت إلى الذي كتبت، يعني لأنك أنت عايش الروحانيات. فخرجت وكنت يعني أنا حولت الميكروفون، استلمته من الام بي سي وحولته إلى اي ار تي، يعني الزملاء لا أذكر أسمائهم ولكن أتذكر القنوات يعني. فكانت يعني بحمده تعالى يعني إطلالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا أجر تلك الإطلالة ويجمعنا بمن دعونا معهم وبكينا معهم وابتهلنا وكانت طبعا الحمد لله يعني بتوفيق من الله سبحانه وتعالى مجموعة كتار أشادوا بالإطلالة والكلمة والعرض والمشاركة ذاته مع كوكبة من الإعلاميين العالميين يعني. فكان ذلك حمدا من الله ومنة منه، يعني الواحد لا يتخيل أنه يطلع من تلك المجموعة الحاكمة، ليس من البلاد. نحن أقرب الناس إلى الإسلام، بل أقربهم مودة ورحمة وفي نفس الوقت يعني أولهم يعني هجرة واستقبالا للصحابة رضوان الله عليهم. لكن طبعا أنا ما كنت أتوقع يعني، حتى عندما
تحدث إلي أحد الزملاء، يعني هم طبعا المجلس، أنا أحكي لكم كيف كان الترشيح يعني. فالسفارة السعودية بأسمرة، وله الرحمة أبو إبراهيم، أبو عبد الرحمن إبراهيم الطعيمي رحمة الله عليه، السفير فوق العادة، سفير المملكة العربية السعودية في أسمرة آنذاك يعني. فحرر رسالة إنه يمكن أن ترشح لنا إريتريا واحد من الصحفيين الإريتريين للمشاركة مع الصحفيين العالميين لنقل شعائر الحج وما إلى ذلك. فكان اجتماع يوم الجمعة للمسؤولين الكبار في وزارة الإعلام، وأنا أحكيها هذه من باب يعني التحدث بالنعمة، وفي نفس الوقت لعكس حقائق يعني. فما أعرف أحد الذين أشكرهم جزيل الشكر، يبدو لي هم قعدوا كده فقالوا يا جماعة في هنا، والوزارة طبعا الرسالة تكتب إلى مكتب الرئيس ثم الخارجية ثم وتأتي على مراحل إلى أن وصلت وزارة الإعلام الإعلام يعني. ف يعني هكذا قالوا يمشي هي الأخ شريف يعني. خرج من الاجتماع الأخ سعيد عبد الحي، أنا أحييه من هنا، وكان أحد المسؤولين والآن يقيم في ألمانيا، له التحية والسلام، طبعا رجل كفاءة يعني وأخ صديق يعني. فقد يكون هو وقد يكون آخر، المهم لما خرجوا من الاجتماع فالتقينا وجها لوجه في وزارة الإعلام، أنا ماشي محل وهو يعني طالع من الاجتماع، فقال لي جهز حالك للسفر للمملكة العربية السعودية. أنا حقيقة يعني ظننت أنه يمزح يعني، المملكة العربية السعودية إيش المناسبة وكذا. وطبعا الناس الوقت ذاك سنة 99 البلاد تعيش ما تعيش يعني، فمن المواجهات وما إلى ذلك يعني. فقلت له أنت يعني جاد بتتكلم؟ قال لي نعم، أنت ستذهب إلى المملكة العربية السعودية حاجا ومندوبا لوزارة الإعلام وممثلا للوزارة. فأخذت الكلام محمل الجد، وسعيد عبد الحي لا يمزح كثير يعني. فأخذت المسألة وبدأت في الإجراءات إلى أن دخلت إلى السفارة السعودية في أسمرة، فرحب بي ترحيبا حارا المرحوم سعادة السفير فوق العادة عبد الرحمن إبراهيم الطعيمي أبو إبراهيم، وكان من الذين يعزونني ويحترموني ويقدروني يعني أجمل تقدير، وبارك الله فيه، وإن شاء الله يجمعنا به في مستقر حسنة، في مستقر رحمته إن شاء الله، له الرحمة والمغفرة. كان يعني من الذين يعني يقدرون جهدنا في تلك البلاد. فأول ما جيت طبعا رسلوا لهم رسالة، قالوا له من ممثل أو مندوب وزارة الإعلام لهذا العام أحمد شريف. فانشرح يعني حقيقة. كيف عرفت ذلك؟ أنا أعرف أنه معزته لي أنا، وأنا أحترمه كمان وأعزه وأقدره مقيما وراحلا، فكنت عارف أنه سيكون أسعد الناس يعني. فطبعا دخلت السفارة مطمئنا لبدء الإجراءات، يعني إجراءات أن أكون يعني مندوبا لوزارة الإعلام ومندوبا لإريتريا. وذهبت إلى هناك كأبي ذر كما يقال، وحيدا يعني، لا في كاميرا لا في المجموعات الثانية بتجي يعني أنت صحفي معك كاميرا مان يعني، على الأقل تصور وتوثق وما إلى ذلك. ذهبت وحيدا. على كل سعادة السفير يقول لي أولا أهلا مرحبا بك يا شريف، قال لي وأنا سعيد جدا يعني أن تكون أنت أول المرشحين وأول الصحفيين الإريتريين أن تمثل إريتريا وتشارك مع كوكبة من الإعلاميين في نقل شعائر الحج. يعني أنا سعيد. فقط لتعلم، قال لي يا أخ شريف، هذه السنة السابعة التي أكتب فيها رسالة كل عام وأقول لهم نحن مستعدون أن يعني التذكرة هي من المملكة وكل الإجراءات وعلى ضيافة المملكة وما إلى ذلك، يعني كل الإجراءات يعني. فالسبع سنوات هذه السنة السابعة أكتبها لوزارة الخارجية. ساعتها كان الشهيد علي سيد عبد الله رحمة الله عليه، فقال لي يأخذ الرسالة ويرموها في الزبالة هكذا كما قال. هذا العام ما عارف
كيف اهتدوا وكيف وفقوا، سبحان الله، ولحكمة قال عشان أنت تجي فيها. فأنا سعيد، قال لي وتفضل ورحب بأجمل ترحيب. وكنت لما أنا داخل على السفارة كانت معي رسالة رسمية. هذه الرسالة مكتوبة من دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الإريترية، وكان على رأسها الأخ العزيز المحترم الأستاذ الدبلوماسي السياسي حامد حمد. إذا توفي أسأل الله أن يجمعه مع الشهداء والصديقين، وإذا هو حي أسأل الله أن يفك أسره. فهو كان من المخلصين للمجموعة، وكان من الكفاءات الإدارية والكفاءات الدبلوماسية حقيقة. فكتب لي رسالة والحق يقال، فأنت لما تكون ماشي ذاهب إلى السفارة الرسالة تكون مقفولة يعني، وأنت تسلمها وبعدين هي معروضة للسفير. فقال لي قبل أن أغلق الرسالة تفضل أقرأ الرسالة يا أخ شريف. فقلت له يا أستاذ حامد يعني هذه أسرار ما أنا ما لا. قال لي أنت جدير بأن تقرأ ماذا كتبنا عنه. فتفضلا منه ومنة واحتراما وتقديرا أقرأ يعني. قرأت الرسالة يعني شعرت براحة يعني، راحة نفسية، وفي نفس الوقت عرفت أنني أمام مسؤولية كبيرة. فخلاصة القول يقول يعني نحن نرشح لكم من الكفاءات العالية التي لدينا في البلاد، ونرسل لكم شخصية إعلامية وشخصية أدبية وشخصية إسلامية كمان. يعني هو ذكر هكذا يعني أداني والله يعني أنا لا أقول زودها، وحامد ما كان يحتاج إلى أن يقيل علي مدحا من غير وجود، ولكن في تلك البلاد أن تقدر وأن يقال عنك الخير هذا طبعا من المستحيل يعني. لكن كان رجلا برضو يقدر الناس، يعرف مقامات الناس يعني. فشكرته الشكر الذي يستحق. فقلت له هذا كلام كثير. لا قال لي نحن نعرف مكانتك يا شريف، ونعرف قيمتك، وأنت أهل بذلك، وأنت والله أنا قال ما لم أبالغ في هذا. أنت من الإعلاميين الذين أتشرف بهم يعني، وتأتي في قائمة الصحفيين الكبار في البلد يعني. وغير ذلك أنت برضو رجل يعني ذو كفاءة علمية وكفاءة إعلامية وكفاءة أدبية وكفاءة، برضو نثق في إيمانك يعني كده. وشكرته. فهذه الرسالة عندما أخذتها وأغلقت الرسالة طبعا شكرا قلت له، فقال لي الآن أنا أقفلها، وقفلها قدامي يعني. أخذت الرسالة وذهبت إلى السفارة. بداية الطريقة أبو إبراهيم برضو عبد الرحمن إبراهيم الطايمي ففتح الرسالة فقرأ الرسالة منبهر يعني وفرحان يعني. قال لي هذا الرجل رجل وفي يعني. طبعا وصفك وصف ممتاز، قال لي والرجل يعني أعطاك حقك كويس وكذا بتاع. وقال لي تفضل أقرأ. سبحان الله، برضو قرأت الرسالة ولم أقل له طبعا يعني أنا قرأت الرسالة وما إلى ذلك. تصفحت كأني قاعد أقرأ لأول مرة. فقلت له بارك الله فيه. قال لي لو كتبت كنت حاكتب أكثر من كده يعني، وأنا أعرفك أكبر مما كتب هذا الرجل المحترم الأستاذ حامد حمد. خسرنا رجلا ليس ككل الرجال يعني، كان رجلا وفيا مخلصا. على كل، وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية شاكرا أبو إبراهيم وحامد حميد والذين برضو رشحوني، وشكرت الأخ سعيد وقد يكون هو الذين رشحوني على رأس المجموعة. فتوجهت وشاركت هناك، وزي ما قلت يعني كتبت الكلمة وشاركت في البث المباشر والنقل المباشر، وهي ليلة يعني الصعيد إلى عرفات الله يعني. تبدأ من الساعة 9 وتستمر، ويجيك الميكروفون لافي وما إلى ذلك. المبيت بمزدلفة، توجهنا من هناك إلى مزدلفة ونحن حاجين طبعا.
استرحنا في مزدلفة فيما أظن. والتلفزيون السعودي كان يبث الكلمات وهكذا مسجل يعني، لكن نقله كان ساعتها على الهواء مباشرة. فاستمعت إلى كلمتي، شاهدتها، وطبعا انت حاج ومحرم وكذا، لكنني جلست أشاهد مشاهدة رجل مشاهد عادي، وليس أنا الشريف الذي قلت الكلمة ونقلت الشعائر وما إلى ذلك. فبرضو أحدثت عندي إشباع إلى حد بعيد، يعني أنه وفقت يعني والحمد لله، وكنت سعيدا. والجماعة طبعا في وحدين ألغوا كلمة وفي وحدين لم ما ألغوا كلمات، فيشيرون إليك يقول لك يا أخي ده أنت وكذا بتاع. نعم الحمد لله وكذا وهكذا. المهم، وتلك يعني الكلمة طبعا من خلال شهدت على نطاق أوسع من نسبة للشعب الإريتري بالذات الموجودين في الشرق الأوسط والمسلمين عموما الذين لم يتابعوا تلفزيون إريتريا. وأنا كنت قارئ أخبار، وعندي برنامج واحد تقريبا، الحوار المفتوح أو حوارات فيما أظن، ده على مستوى التلفزيون. فالتلفزيون لم يكن عندي تجربة جديدة يعني، لكن أن تكون في ذلك الموقف المهيب، يعني موقف من لا يهتز في تلك المواقف يعني، وتشوف ضيوف الرحمن يلهجون ويكبرون ويهللون، هناك من يبكي وهناك من يبتهل وهناك من فرحان، يعني سبحان الله مشهد يعني وبعدين نحن كصحفيين قاعدين في حتة تلة كده يعني مخيم للصحفيين معد إعداد جيد يعني. فأنت بتشوف هذه القلوب، تكاد ترى القلوب من يعني من داخل الجلود، يعني من خارج الجلود، يعني زي ما قال أبو المتنبي تشق القلوب قبل الجلود يعني. فتكاد تنظر إلى تلك القلوب الهائمة الداعية المبتهلة الراجية الغفران والرحمة، مشهد مهيب يعني. والله أنا أقول برضو في تلك البلاد كونه عملنا ردح من الزمن، برضو تلك كانت سانحة. أعرف لو ما كنت في وزارة الإعلام وربما كنت ممكن أشارك في من مكان آخر، هذا إحساسي، وقد لا أشارك يعني. على كل، فأنا كمدخل لقراءات من ما كتبه الشعراء عن الحج والمناجاة والتوجع وما إلى ذلك سأقرأ عليكم. عموما لم أكتفي بذلك، خلوني أحكي شوية برضه عن تلك المناسبة. وكانت طبعا كانت وحيدة، بعدها يعني توالى زملائي الإعلاميين واحدا بعد الآخر. كان الذي تلاني مباشرة الإعلامي البارز الشهيد محمد إبراهيم دبساي رحمة الله عليه، رفيقي وكان أحد الكفاءات الإعلامية، رحل عن الدنيا، خسرناه جميعا يعني. له الرحمة والمغفرة، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله، وإن شاء الله أحشرنا معه مع الصديقين والشهداء والصالحين. كان من الذين يعني أنا وهو كنا نقرأ أخبار مشتركة أحيانا، والمسؤولين الفاطنين كانوا يقولون لا تجمعوا شريف ودبساي في نشرة واحدة، خلوه مع واحد والثاني مع الثاني، حتى ما يكون في شكل من أشكال يعني، يكون في يعني أحيانا كنا نقرأ الأخبار مشتركة يعني. فكنت أنا وكان هو أبهرنا صوتا وأندانا أداء وصدقا، ورجل كان يعني رجل بمعنى الكلمة، صحفي يعني من الدرجة الأولى. صحيح ما درس الإعلام، نحن درسنا الإعلام، لكنه كان حقيقة أستاذنا ويتقدمنا في أشياء كثيرة يعني. فتلاني هو مباشرة، ثم تلا بعد ذلك أحد الزملاء هو الزميل أحمد عمر شيخ الموقوف عن العمل الإعلامي اليوم في أسمرة، ينشط في مسائل أخرى برضو، له التحية. فتلا أخونا دبساي رحمة الله عليه، فبرضو أخونا دبساي ألغى كلمة على نفس الطريقة، وكانت تجربة بالنسبة لأحمد عمر شيخ. أنا لا أذكر
بعديه جاء أخونا حامد CNN المعتقل، وأسأل الله أن يفرج عنه. أستاذ حامد CNN هكذا معروف لأنه كان في المونتاج وما إلى ذلك، ألقى كلمة. بعديه جاء أخونا أحمد إسماعيل دويدة. بعد أحمد إسماعيل دويدة توقفت المسألة، قالوا الجماعة قالوا بلاش يا أخي، ما نرسل وفد. عموما الشعب من هناك يعني كنت أنا هسي عندما ألاقيهم يقولون لي شاهدناك في عام 99 وأنت تنقل شعائر الحج وكذا. ولم أكتفي بذلك، بل ذهبت إلى مخيم الحجيج الإريتريين في المخيم، وذهبت يعني أنا كان يمكن أن أكتفي بتلك الكلمة وخلاص يعني، لكنني تعمدت أن يكون لي تقرير مباشر من الحجيج الإريتريين بأصواتهم. فانتقلت بالأتوبيس العادي تقريبا من منى، من مخيم الإعلاميين، لحد ما أصل إلى مخيم الإريتريين مع مجموعة طبعا من اللي هناك. تقريبا أخذت 3 ساعات ونص تقريبا، يعني العربات بتمشي هكذا. يعني طبعا في ذلك العهد، يعني الآن طبعا تمت إصلاحات وتطوير شديد يعني. ف3 ساعات ونص ووصلت طبعا منهد يعني. ووصلت بالليل طبعا، وكان الحركة بعد المغرب مباشرة أو بعد العشاء من منى. فبدأت، كنت تعبان، لكن بدأت المقابلات مباشرة. أجريت كمية من المقابلات مع الحجيج بمختلف اللغات يعني. ويمكن تلك كانت للمرة الأولى والأخيرة أن يستمع الناس، أهل الحجيج استمعوا إلى عدد كبير من الحجيج من أهاليهم بأصواتهم وبلغاتهم، بالعربية والتجرينية والساهو والبليل والعفر والكنامة، وكذلك الحدارب والتجريت وكل اللغات ال9 يعني. وأنا تعمدت ذلك وكنت بسجل في تيب عادي. وعندما أردت أن أنقل الأصوات بالنسبة لأصواتهم لابد أن أنقل عبر يعني جهاز، واتصل مباشرة واشغل البلاي الصوت يعني في جهاز عادي. ما كان عندي جهاز ساعة، الجهاز التيب بلاي ريكوردر يعني، الجهاز المسجل الكبير ده، عشان لأنه مسجله في شريط عادي، فلا بد أن أشغله عشان أنقله لأسمرة. ما في الوسائل المتاحة اليوم يعني. فطلبت ورأيت أحد الإعلاميين اللبنانيين، هو رجل كبير ومعاه تيب كبير كده بيستمع فيه الإذاعة. فشاهدت، وعشان كده الإعلامي لابد يكون مفتح، ودائما الهم الإعلامي عنده في باله يعني، وهو يعمل أينما تحرك يعني، أيا كان أماكن عامة خاصة وما إلى ذلك. فطلبت منه ذلك المسجل الكبير يعني. فقال لي إيش المطلوب؟ قلت له يا أخي أنا أجريت مقابلات مع الحجيج، أنا من إريتريا، وأود أن أبث هذا الهنايدر، أعطي تقرير من هنا إلى أسمرة. فكان رجلا وبالصدفة يعني هو رجل إعلامي، بس لم يكن مشارك في الكلمات وما إلى ذلك. كان رجل متقدم يعني شوية في العمر يعني الوقت ده كنا شباب سبحان الله. ف فتفضل أعطاني، تفضل قال لي تفضل، وأعطاني الجهاز وسجلت، عملت مدخل للتقرير، واستقبلوني الجماعة في أسمرة إذاعة طبعا. ولكن عرفت أنه برضو تم بثه في التلفزيون يعني. فأنت لما تكلف بمهمة وبعدين تضيف أنت مهام أخرى، فبتشعر بشيء من الإشباع المهني يعني. وكملت التقرير هو ما كان طويل، لكن بالمدخل والنهاية وكذا بتاع أخذ زي حاجة بتاعت ربع ساعة تقريبا يعني. ومسافة التقارير الحية كثيرة طبعا، لكن كان لابد لأنه لغات كثيرة وهي كانت مقابلة يعني، مقابلات كيف تبدو المشاعر وما هي اللي والروحانيات وما إلى ذلك. ولأول مرة يمكن الإعلام الإريتري يبث شيء ديني كده مباشر، ديني بحت يعني. وبعد ذلك
رددت له الجهاز، فقال لي: ذكرتني أيام شبابي، أنا كنت زيك كده. قال لي: أنا صحفي لبناني. قلت له: أهلا وسهلا. الوقت ده كان عرفت إنه صحفي. فقال لي: أنا كنت هكذا يعني. فقال لي: أنت صحفي محترف وشد حيلك، أنا استمعت لتقاريرك كلها، بس في كلام كده ما كنت أفهمه. قال لي. قلت له: هذه لغات تانية. ربنا وهبنا بلغات كثيرة زي ما يعني ما أعرف هل هذه اللغات هي اللي خلتنا مشتتين كده ولا لست أدري يعني. على كل شكرته. برضو كان هذا يعني حدث عالق بالذاكرة كلما أطل ذو الحجة يعني ببهائه، وأتذكر ذلك العهد الجميل يعني. وعدت برضو 3 ساعات وشيء يعني، لأنه أنا أصلا أنا ماشي أقضي ليلتي مع أهلي وأحبابي الإريتريين يعني. وعدت إلى أسمرة، آه، وفي جعبتي كم هائل من المقابلات. يعني تقريبا أنا اشتغلت فيها 3 شهور يعني حقيقة يعني. وأنا أينما ذهبت لابد أنه الهم الإعلامي أنا موجود عندي، والفكرة والمقابلات. وهذه طبعا أولا فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم مصقولة بالتجربة والعلم والخبرة والأشياء الأكاديميات يعني، والحمد لله يعني. فكثير من الأحباب التقيتهم بعد ما كملت الحج يعني. فبرضو تحركت إلى الرياض، تلك قصة أخرى يعني. له الشكر سعادة السفير، أعطاني ورقة قال لي. قلت له: أنا أشتي أسافر بعد ما أكمل الحج لأبو إبراهيم. فقلت له: وخلونا نقول الحق لا بد أن يقال. فقلت له: أنا أشتي بعدين أروح الرياض. فقال لي: هات صورة وفي أسمر هذا. فكتب فيها رسالة يعني بتسهيل مهمة تنقلي في عموم المملكة العربية السعودية. فقال لي: أي محل يسألوك بعد ما تكمل تبرز هذه الورقة، وفيها صورتي وختمها وكاتب فيها كلام جميل يعني. وكملت الحج وذهبت إلى مطار جدة متوجه إلى الرياض. فأوقفني ذلك الضابط في المطار يعني. فقال لي: أنت حاج؟ قلت له: أنا مندوب وزارة الإعلام وضيف على وزارة الحج والإعلام السعودي. قال لي: أهلا بك. نعم، هذه نعم أنت ضيفنا وبتاع، لكن وفق القانون لا يسمح لك. طبعا اليوم تغيرت الأمور، تغيرت إلى ما يعيشه الإنسان راحة ذهابا وتنقلا من وإلى داخل المملكة. قال لي: فما تقدر تطلع، أنت حدك مكة وأكناف مكة يعني. فقلت له: طيب. وكان معي أخي محمد شيخ له التحية. فشوية أخي انزعج يعني. فقلت له: لا عليك يعني. فكان معي شنطة كده، فتذكرت طبعا أنا الورقة الرسالة بتاعت أبو إبراهيم أنا أخذتها يعني، بس ما لم أعلم أخي يعني. فطلعت جبت الورقة وأعطيت للضابط، ضابط فيه دبورتين 3 دبابير شيء من ذلك. فقرأ كده قال قال لي: طيب ممكن تجلس كده، داير يستشير المسؤول الأعلى مني. فمكثنا أنا وأخي محمد يعني زي ربع ساعة كده لحد ما يجي. بعدين جاء الضابط الأعلى منه فأراه الورقة، فقال له: إيش هذه؟ قال له: هذا حاج وإعلامي، وطبعا هو حاج وما يقدر يطلع من هنا، لكن أبرز من الورقة هذه. الضابط الكبير عندما قرأ الرسالة الحق يقال طوالي توجه جاء إلينا، حتى ما ناداني يعني. جاء إلينا فقال لي: أستاذ السلام عليكم. وعليكم السلام سعادته وكذا بتاع. قال لي: يا أخي نحن آسفين، عطلناك وأخرناك، تفضل. قال لي. فجينا وللضابط الذي هناك قال له: تعرف إيش هذه الورقة هذه؟ قال له: أنت قمت بواجبك يعني كحاج، لا يسمح له أن يخرج من جدة ومكة وما إلى ذلك. لكن قال له: لتعلم أن هذه الورقة أهم من الإقامة في المملكة العربية السعودية. والله هكذا قال. هذه الورقة مكتوبة من سفير فوق العادة، وهذه الورقة تسمح له يتحرك كيف ما شاء ويمد إقامته كيف ما شاء. فقال لي: يا أستاذ معلش أسفين على التأخير،
أنت قمت بواجبك على أكمل وجه، لكن لتعلم مثل هذه الرسائل أهم من الإقامة، والإقامة في السعودية معروف يعني. فقال لي إيش عندك وزن وكذا؟ قلت له أنا الوزن صعب، ماشي أشوف أهلي في الرياض وأعمل جزء من العمل الإعلامي، مقابلات وكذا مع السفارة وهكذا يعني. فقال لي لو عندك ما لا يوزن يعني تفضل نحن نوزن. قلت له والله ما عندي حاجة غير الشنطة هذه. فقال لي طيب، آخر كلام قال لي تحب تقابل خادم الحرمين الشريفين؟ والله هكذا قال. قلت له والله الله يطول في عمره يعني، طويل العمر وربنا يعني يحفظه ويرعاه. فقال لي بموجب هذه الرسالة إذا حبيت تقابله تقابله. قلت له والله ربنا يحفظه ويحفظ البلاد هذه وأهلها وأميره وخادمه، وتمنى له الصحة والعافية. ما يعني ما قلت له ما داير أشوف يعني، ما ممكن. فقعد يقول لك لي ملك أمير البلد يعني تحب تشوفه؟ قلت له والله يعني ربنا يحفظه يعني ما. لكن إذا يعني كيف رد؟ كان هكذا الرد يعني. فقال لي بموجب هذه الرسالة تقدر تلاقي على طول يعني. فقلت له شكرا وربنا يحفظ هذه البلاد وأهلها يعني. أخي محمد انشرح يعني، قال الحمد لله، قال يعني هذا موقف طبعا موقف مشرف يعني. وتوجهت إلى الرياض، وكانت هنالك كم هائل من المقابلات، السفارة واتحاد المرأة واتحاد الشباب والعمال والجالية وأفراد شعراء وفنانية وغير كل يعني كم هائل. رجعت أنا مالي الخزينة يعني. فحتى كانوا يقولوا المسؤولين الكبار زملائنا وأساتذتنا الكبار يعني، ناس عبد هيجي، الزملاء الإعلاميين الدبلوماسيين والإعلاميين والإخوة أولاد ناس يعني بأمانة يعني، عبد هيجي، محمد يحيى حالي، محمود شروم، حسن شريف، وكل أولئك الخيرين يعني. فكان يقول والله يا جماعة أبقوا زي شريف يعني، شريف ده إذا مشى حتى لازم يجيب حاجة يعني. هذا الرجل كلف أن يأتي يعني يشارك في الحج بس وكان يكفيه. لكن انظروا إلى الأشياء اللي جابها معه، وجبنا معانا حاجات أخرى يعني أتشرف بها حتى اليوم يعني، ولله الحمد من قبل ومن بعد. ولم أذهب إلى أي مكان وإلا خرجت منه بأشياء كثيرة جدا، وهذا ديدني ولله الحمد من قبل ومن بعد. أنا أتواصل مع أكثر من وسيلة. كتار يقولوا لي من أين لك هذا؟ هو الفضل من الله. ثم هكذا تعلمنا، هكذا درسنا، هكذا مارسنا العمل الإعلامي. ولذلك هكذا ينبغي أن يكون الرجل الإعلامي. وأنا أذكر هنا أخونا باولوس نتاباي الموجود مدير وكالة الأنباء الإريترية اليوم، له التحية، زميلي باولوس نتاباي هو على رأس وكالة الأنباء في وزارة الإعلام. فدائما يقول شريف بس داير له حتة يعني، يقول لي أنت تعمل من الحبة قبة يعني، داير لك مدخل بس كذا صغير كذا بس ليه وتعمل منه حاجة يعني. هذا فضل من الله يعني. والله أنا ما أتحدث إلا من باب التوجيه والإرشاد للزملاء الإعلاميين الذين يروننا يعني. ومن ناحية أخرى وما بنعمة ربك فحدث، وإلا كيف يكون يعني، كيف ننقل التجارب يعني؟ لابد أن ننقلها هكذا يعني. عموما كلما جاء الحج كلما يعني تأتيني تلك الذكريات الجميلة إن شاء الله. وأنا في يوم من الأيام ممكن ضمن توثيق لسيرتي ومرحلتي يعني محطات في حياتي بتبرز محطة الحج كحاجة لها قيمة دينية ودنيوية ومهنية في نفس الوقت يعني. الحمد لله. مشاهدي الكرام، يعني كانت هذه سياحة من الذاكرة دون ترتيب. أنا قبل أن أقرأ القصائد التي أمامي قلت أعطيكم شيئا من التاريخ وللتوثيق يعني. فاصل قصير مشاهدي الكرام وأعود إليكم لتكملة هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة.
وها نحن عدنا إليكم مشاهدي الكرام، ودعوني أفتتح الحلقة كما كنت أفتتح دوما. نسيت أنا. فيقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. هذه عيدية بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. الآن نقرأ شيئا مما كتبه الشعراء في المناجاة والتوجع وفي الحج بشكل عام. إليك إلهي، إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائي. كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فافعم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، أتيت بلا زاد وجودك مطعمي. وما خاب من يهفو لجودك ساعيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. وكيف يرى الإنسان في الأرض متعة وقد أصبح القدس الشريف ملاهيا. يجوس به الأنذال من كل جانب، وقد كان للأطهار قدسا وناديا. معالم إسراء ومهبط حكمة وروضة قرآن تعطر واديا. من كتاب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم للشاعر محمد بن جميل زينو. وقصيدة أخرى، قصيدة لابن القيم، يقول: أما والذي حج المحبون بيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعلو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. تراهم على الأنضاد شعثا رؤوسهم وغبرا، وهم فيها أسروا وأنعموا. وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم يثنهم لذاتهم والنعم. يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا، ولله أسلموا. ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه، تضرموا كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة، وأخرى على آثارها لا تقدم. وقد شرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجب. وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم. فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم. ويدنو به الجبار جل جلاله، يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة، وإني بهم بر أجود وأكرم. فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا. فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم. فكم من عتيق فيه
طفل عتقته وآخر يستسعى وربك أكرم. كلام جميل في غاية الجمال والروعة. وقال الدكتور عبد المعطي الدالاتي: الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم فقد أخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. الراحلون إلى ديار أحبتي عتبي عليكم فقد أخذتم مهجتي، وتركتم جسدي غريبا هاهنا، عجبي له يحيا هنا في غربتي. كم قلتم ما من فصام أو نوى بين الفؤاد وجسمه يا إخوتي، وإذا بجسمي في هجير بعاده، وإذا بروحي في ظلال الروضة. قلبي وأعلم أنه في رحلكم كصواع يوسف في رحال الإخوة. قلبي ويحرم بالسجود ملبيا لبيك ربي يا مجيب الدعوة. قلبي ويسعى بين مروة والصفا، ويطوف سبعا في مدار الكعبة. قلبي ارتوى من زمزم بعد النوى، وأتى إلى عرفات أرض التوبة. هو مذنب متنصل من ذنبه، هو محرم يرنو لباب الرحمة. قلبي ويهفو للمدينة طائرا للمسجد النبوي عند الروضة. هي واحة نرتاح في أفيائها بطريق عودتنا لدار الجنة. الراحلون إلى ديار أحبتي أترى رحلتم في طريق السنة. الزائرون ألا بشير قد رمى بقميص أحمد فوق عزم الأمة. فالمسلمون تعثرت خطواتهم، والمسجد الأقصى أسير عصابتي. هذه قصتي وقصيدتي ألحانها تحدو مسيري في دروب الدعوة. هي قصتي يا إخوتي عنوانها أحيا وأقضي في سبيل عقيدتي. لله درك الدكتور عبد المعطي الدالاتي. أيها الإخوة والأخوات، أحسب أن زمن البرنامج قد انتهى، ولكن أعدكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة برضو سنسوح، لأنه هذه أيام الله، وهذه أيام الحج، وأيام ضيوف الرحمن، أن نشارك الحجيج وهم يقيمون هناك. أيها الإخوة والأخوات، يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، يعده ويقدمه محدثكم أحمد شريف. لكم التحية، ولزملائي في الطاقم الفني الذي يسهر ويعمل على إخراج هذه الحلقة بالشكل الذي ترونه أمامكم. لهم عاطر المحبة والسلام، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. ولكم مشاهدي الكرام، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والسعادة والطاعات والبركات والنفحات والتوبة والأوبة إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.